منزل القاتل ببضع كيلومترات. يعني ديك المتجلببة من درت لها الاستدراج داتها السكنة قريبة للسكنة، يعني قريبة لابارتمون تاع طفلة مروة. شوفوا القاتل وابو مروة يعني والعائلة تاع مروة يسكنوا في نفس الباطيمون، نفس لاباطيمون هذيك نفسها يسكنوا فيها. كي سرقوها داوها الباطيمون واحده اخرى قريبه لهذيك الباطيمون باش ما يفيقوش. بياري دخلت عليهم وفتشت المنزل تاعهم وما لقات ولا دليل ولا بصمه. اذا عمليه خطف مروه كانت كما يلي: قام المجرم بتكوين مجموعه اشرار تتكون منه هو واخته واخوه، 4 منه هو وأخته وأخوه. أخت القاتل هي من استدرجت مروة وقامت بعملية خطفها، والباقي رانا حكيناه في انتظار وكيل الجمهورية يوم الأربعاء راح يأكد هذا الكلام ويخرج بيان صحفي. واللي يقول الشرطة ما خدمتش راك غلط. الشرطة القضائية من يوم الخطف وهي في التحريات للأسف وجدت صعوبات من كل الجهات مع الشعب ومع أصحاب المنازل، ما خلوهمش يدخلوا يفتشوا لهم، يعني الجوارين أصحاب العمارة ما خلوش يعني يعرقلوا للدرك أنه يدخل يفتش. نحكو الان على مول السيبيرات. السيبيرات هذه يعني بعيد على المنزل تاع مروه، ولكن السيبيرات هذه كانت قريبه لوجود الجثه تاعها. اول من كان اسباب عراقيل تضييع الوقت هو صاحب السيبيرات، لانه بعد تحديد المكان الذي قتلت فيه مروه، يعني حدوا المكان اللي قتلوها فيه، كان هناك كاميرات مراقبه لصاحب السيبيرات، وللاسف لم يمد يد العون للشرطه، ولهذا هو الان في التحقيق من اجل هذا الفعل. الان مول السيبيرات راهم يحقوا معاه، رفدوه يحقوا معاه. الناس تقول بالك هو تاني داخل مع الجماعه في القتل. نهار اللي لقاو يعني مكان الجثه، يعني تم تحديد مكان القتل. الشرطه طلبت من السيد يعطوه يعني يعطيهم السجل تاع الكاميرا، رفض، ما بغاش يمد يد العون، ربما خاف على روحه. الان تحقيقات ما عندنا اي معلومه، ما نقدرش نقولوا راهم متهم هو معاهم ولا مش معاهم، لا عندنا حتى اي معلومه. المهم راه في التحقيق الان كي ثبت يعني ولقاو الجثه ولقاو في ديك البلاصه، راهم يعني تحققوا معاه لانه ما بغاش يمد المعلومات ولا يمد، يعني ما بغاش يساعد يعني يساعد الشرطه. واللي وجد الجثه هو شخص اسمه يبدا بحرف الشين. باش نبين لكم باللي يعني هذه المعلومات راهي رسميه، راهي من المصدر، ماشي زعما راديو تروتوار ولا، راهي من المصدر. هو اللي كان يدرب في الكلب تاعه، وهذا السيد يسكن قرب جبل الوحش. قام مثل عادته بالتجول في الغابة مع كلبه، ولحسن الحظ الكلب من وجد رأس الضحية وقام بإحضارها لصاحبه، مما أدى إلى اندهاش صاحب الكلب برؤية رأس الطفلة الصغيرة، فقام مباشرة بالاتصال بالدرك الوطني وليس بالشرطة. عند وصول أعوان الدرك الوطني قاموا مباشرة بتحويلها إلى فرقة الشرطة القضائية لولاية قسنطينة. قامت الشرطة العلمية باستخراج كل الأدلة اللازمة في ظرف وجيز جدا بسرعة وخفة. كل الشكوك الآن بالنسبة للشرطة بعد وجود الجثة أصبحت سهلة للغاية لوجود القاتل في ظرف وجيز وإثبات هويته، لأنها توجد أدلة علمية مع تطور الأجهزة العلمية. نروحوا للسبب. السبب علاش قتلوها، علاش اختطفوا مروة، علاش هي بالذات. عائلة المجرم عندهم بيوت دعارة في بعض المناطق وهم معروفين في الزيادية، يعني عندهم عدة بيوت، وهذه البيوت تستخدم للدعارة وبيع المخدرات وكذا، معروفين قلت لكم في الزيادية. ومن كثرة الفسق اللي في الحي قاموا كل أصحاب العمارة برفع دعوى قضائية لهذه العائلة. وفي هذه العمارة هناك محامية هي من قامت بالتكفل بالقضية نيابة عن جميع الجيران. وأب مروة هو أحد يعني العناصر اللي كانت في القائمة اللي رفعت يعني الدعوة القضائية، يعني كامل سكان العمارة رفعوا ديك الدعوة القضائية باسمه. واللي تكفل بالقضية هي محامية تسكن في نفس العمارة. مروة ماكثة في البيت، ما هي جوجة، ما هي محامية، هي قرات المحاماة ولكن ماكثة في البيت، ما هيش خدامة. غلطوا بينها وبين المحامية. المحامية بالنسبة لعائلة القاتل هي العدو، لأنها بسببها قامت بإدخال أخوهم للسجن بسبب بيت الدعارة وبيع المخدرات. شوفوا هذه العائلة فيها يعني عائلة القاتل فيها الأم، فيها البنت، وفيها 3 ذكور. 2 راهم برا هما اللي داروا العملية دي الجريمة هذه، وكاين واحد اللي جرى في السجن هو اللي دخلته المحامية. بغاو ينتقموا لخوهم، راحوا يختطفوا بنت المحامية، غلطوا اختطفوا مروة. إذا اتفق الإخوة 3 المتكونة من أخت وإخوان بالثأر لأخيهم الذي في السجن بخطف الطفلة ابنة المحامية، لكن شاء القدر
القضاء والقدر عند عملية الخطف قاموا بخطف مروى ابنة الأب. الكل كان يقول في الأول أم مروى تعمل في المحكمة وأم مروى محامية، وهي لا محامية ولا تعمل في المحكمة. إذا كانت هذه هي تفاصيل الجريمة، تفاصيل الحادثة. نقولكم اطلبوا الرحمة والمغفرة للفاقدة مروى بوغاشيش، وطلبوا خاصة الصبر 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 لأم وأب مروى بوغاشيش.